مرحبا بكم في نيكست ستيب. لما فتحنا باب التسجيل استقبلنا عدد كبير من الطلبات من أصحاب المشاريع المشاركة في البرنامج، لكن الملفت إنه أغلب المتقدمين كانوا من النساء. بعد الحرب كثير من النساء واجهوا ظروف صعبة، فقد أرواح، نزوح وانقطاع مصادر دخل، لكن رغم ده في عدد كبير منهم اختار يشتغل ويخلق فرصة جديدة يحقق المستحيل. وجود نساء قادرات على تأسيس بزنس وإدارته في الظروف دي ده دليل على وعي المرأة السودانية وقدرتها على الاستثمار. الليلة حنعرض نموذجين من مشاريع نسائية، لكل واحدة منهم قصة تثبت لنا إن المرأة السودانية قادرة تكون رائدة أعمال ومنتجة ومربية في نفس الوقت. العطور والبخور من أكثر المنتجات انتشاراً في السوق، خاصة في السودان. المنافسة عالية والمنتجات متشابهة، لكن دائماً في فرصة لو المنتج مختلف، الخدمة أفضل أو الجودة أقوى. أنا مبسوطة شديد إنه أنا اختاروني ضمن الناس اللي فازوا في نيكست ستيب. صراحة حاجة حلوة شديد، الحمد لله قدرت أعكس لهم حبي لشغلي. الشغل ده زي واحد من أولادي، بدأ صغير وكبر كبر كبر لغاية ما وصلنا المرحلة دي، وإن شاء الله يكبر ويكبر ويكبر، وبإذن الله حتخطى كل المراحل بدعمكم وحبكم وبحبي لشغلي بإذن الله. أنا هبة محمدين، كلك زينة للعطور، واثقة إني هعدي الخطوة الجاية بإذن الله. السلام. الحمد لله بخير. الله يسلمك. شرفتينا. شرف الله قدرك. عطرتينا بالروائح الجميلة. ما شاء الله الريحة يعني. الهنا عليكم إن شاء الله. كيفك؟ تمام؟ الحمد لله كيف بخير. الأخبار؟ بخير طيبين. عطرت لنا المكان بالروائح الجميلة. تسلمي، الله يجمل أيامك إن شاء الله يا رب. يلا احكي لي بديتي كيف، وديني نبذة عن حاجاتك. شغالين لنا 13 إن سنة شاء الله. وبدينا بالشغل المعروف البلدي العادي حق حبوباتنا بالخمر البلدية العادية اللي هي الضفرة والصندل والمحلب والمسك. بعد ذاك والبخورات برضو العارفينها، الشاف والصندل والعنفر. بعد ذاك طبعا الشباب حسا عايزين حاجات يكون يعني احنا نكون ابديت للحاجات دي. نطور شوية خفيفة. ايوه طورنا شوية شوية. عملنا خمر باريسية، عملناها كخمر وعملناها كسبراي عشان نكون مواكبين الشباب والجيل الجديد. أيوة. والحمد لله دائما كل ما يظهر منتج جديد احنا لازم بيطلبوا مننا لازم نوفره لهم. طيب يعني عندك كاسي كم منتج تقريبا؟ تقريبا كم 30 منتج. اوكي، وكلهم اسمهم كلك زينة ولا عندك اسامي؟ لا عندهم اسامي كلهم. اللوجو بيطلع كده من قدام بالاسم، من ورا بكون الاسم اوكي الثاني. طيب وريني اديني ارهب حاجة بتتباع عندك شنو؟ أرهب حاجة بعد الحاجات العادية عندنا الكبريت ده محلب سايل. ده بيحبوه الحمد لله كل المدامات. أوكي. لأنه دلكة سايلة. أوكي بيزيت. أيوة معمول بيزيت. هو بيتخجى بس حشمه. الله ريحته حلوة شديد. تسلمي. أوكي طيب وتاني؟ تاني حاجة خلاص بقى حقي. أوكي بالهنا عليكي. خمرة المسك برضو من الحاجات المسك طبعا بيثبت الأرياح. أيوة كلها. بيز بيبدأ لأي حاجة كبيز. أيوة. أوكي. تاني عندنا المرشات دي برضو للهدوم للفرش قبل البخور في البيت، بتثبت الريحة بصورة رهيبة. أيوة. أوكي. فبرضو دي حاجة عملناها جديد لها زي سنة وشوية ما شاء الله، يعني ماكل السوق زي ما بقولوا. ما شاء الله تبارك الله. طيب انت الليلة محضرة لنا شنو؟ محضرة لكم شنو؟ محضرة لكم إنه أو المشكلة اللي بتواجهني الدخان في الشقق هنا في مصر. يعني الدخان طبعا بيشتكوا منه كل العمارة وكل الجيران ومهدديننا بالبوليس عادي. ايوه صح، في امريكا بيجيبوا البوليس غايته. ايوه لا ما يعني غايته بنطيب خاطرهم شوية شوية. الحمد لله الموضوع ما كبر لغاية حسا. بتمنى يكون عندي يعني ده طلبي، انه يكون عندي
محل فيه معمل وفيه مخزن عشان نخزن فيه الاستوكات. لو تقريبا حاسه احنا عايشين في البيت، انت بتنتجي في البيت هسه؟ بننتج في البيت بنفسك بنفسنا. ايوه معي تيم طبعا، معي تيم، لكن طبعا يعني احنا اللي بنعمل كل حاجه. الدخان يعني زي ما بقولوا بياكل نص الحيط. صح صح. ايوه. طيب فانت لو فزتي عايزه تفتحي ايوه يعني. عايزين نفتح محل يكون فيه معمل ان شاء الله، ويكون فيه مخزن، فيكون في حته كويسه. طب المعمل علاقته شنو بالدخان؟ ما المعمل انه ما هو ده المعمل اللي حنصنع فيه. انت حيكون فيه شفاطات كبيره. حتجيبي بروفيشنال. ايوه أوكي. لازم يكون فيه شفاطات، لانه اصلا ما ممكن تكفي لي حته من غير شفاط مع الدخان ده، لانه الدخان بيكون كثير عملت شديد. دراسه جدوى، عارفه يعني اني حتعملي وين عارفين وكده؟ لا وين لا. لسه لا، حنشوف، حنحاول نلقى مكان كويس يكون ما محتاج انه الواحد يصرف عليه قروش كثيره عشان يتهيأ بصوره كويسه، يعني نستفيد باكبر قدر من المبلغ في الماتيريالز. يعني انا عندي بس اسئله بسيطه كده عشان داير اعرف شويه معلومات. اول حاجه بتلقي حاجاتك من وين؟ يعني انا دائما عارفه انه تامني المواد بتاعتك تكون صعب جدا، بالذات انه في يعني احنا ما في بلدنا. ايوه. فكيف انت بتامني الحاجات دي؟ والله الحمد لله بجوده عاليه. في الاول تعبنا شديد، يعني لدرجه انه كنا بنشتري المحلب بالجرام. من هنا ولا هنا. من دبي؟ هنا. اوكي من هنا. في الاول المحلب كان فيه مشكله بالجرام، الشاف كان غالي جدا جدا الاسعار. ايوه. وكانت قفله الشارع، يقولوا قفلوا الشارع فتحوا الشارع شنو. فالحاجات بتتباع بصوره غاليه شديد. حسي الحمد لله المحلات السودانيه فتحت كلها بتاعت حوش الريحه هنا. كويس. فبقى ما عندنا مشكله نهائيا في الخام. ايوه خالص الحمد لله اتوفرت وباحسن جوده. فما عندنا مشكله في الخام. مشكله الحمد فيه. لله. طب بالنسبه لعموما بس اسعارك منافسه للسوق؟ ايوه اسعارنا الحمد لله، لانه في كثير ناس بتعمل. ايوه. اللي بيميزك شنو؟ اسعارك، جودتك، شنو اللي بيميزك؟ اللي بتميزنا بحاول اوفر مقاسات، جميع المقاسات انها تغطي جميع الاحتياجات. العايز كبير، العايز وسط، العايز صغير، كله بيلقاه. يعني ما الا انت يكون عندك ميزانيه كبيره عشان انت تشتري. بتبيعي بس هنا ولا في؟ لا عندنا نقطة بيع في الإمارات، في قطر، ما شاء الله. وعندي توصيل لجميع محافظات القاهرة. تمام. حتى الدليفري بتاعنا ما بيتأخر، يعني ما بنفتح طلبية مثلا في يوم أو يومين في الأسبوع. منظمة الحكاية. يوميا ممكن الدليفري يصلك يعني. تمام. او ثاني يوم بالكثير. انت قلت لي انك بديتي تعملي البنات، وطبعا احنا يعني عطورنا وبخوراتنا دي دائما يعني الناس ربطها مع المتزوجات او المراه. فانت قلت لي انك بديتي تعمل حاجات للبنات، دي حاجه جميله ومميزه. ايوه. طيب بتخلطي معها عطور باريسيه؟ عندنا عطور باريسيه. بحب العطور شديد، فوريني مثلا زي شنو، وديني مثال. اوكي. عندنا عطور باريسيه كثيره بنخلطها، حتى نسبه احنا بنخمرها. فنسبه يعني انها ريحه الضفر عشان البنات ما يقول لك ما نطلع بيها وشنو. تكون تقيله. أيوة. بتحسي انه العطر قوي وثابت. لكن مثلا يعني ريحه الصندليه ما زايده، عشان يقدروا يتريحوا به في اي وقت وفي اي مكان. عارفه يا هبه، انا لما كنت يعني بطلع في امريكا بتريح بريحتنا دي، خد بسيط وتريح بفوق عطر باريسي، كلهم بيقول لي انت خالطه شنو. أيوة. انت عامله شنو. بتثبت. يعني حتى الثقافه دي بقت في الاجانب. صح. هل عندك فكره انه انت ممكن يعني بدل ما تبيعي بس لمحليين، تبيعي لناس يعني تمشي للعالميه، تبيعي لمصريين، عرب، اجانب، تبيعي لامريكان؟ هل في فكره زي دي؟ المصريين اي ما شاء الله. يعني بدينا من حتى في ناس يعني اسوانيين من قبل الحرب هم زبوناتي، وحسي جابوا لنا قريبين. أيوة مننا في عاداتهم. يعني بتكلم عن الكلتشر، ما عنده اي عاداتنا مثلا زي الامريكان. عجبتهم الريحه، هل ممكن تقدر توصليها امريكا مثلا؟ ايوه بنفتح، بقى الشحن سهل جدا في جروبات بتعملي وكلاء. ايوه. طيب شمميني حاجه فيها لو جبتي معاكي الليله. حتكون فيها حاجه باريسيه. اوكي. احاول انا اعمل لك قس انه الريحه شنو رايك شنو؟ دي ما تعرفها، دي خلطه عاملينها برانا اسمها كلك زينه. دي اكيد ما عارفه. طيب في واحده فيها فيرساتشي طبعا اساسي. لازم مع الخمر السودانيه. يعني انا ماما بتحب الحاجات دي وبتخلط في البيت بس لنفسها. ايوه. عندي البيت اليوم كله بيكون الريحه دي واضح جدا. الفيرساتشي أيوة. فيها جميله جدا جدا وبتتباع لك كويس، والبنات ايوه الحمد لله. حتى عامله لهم برضه بودي ميست، هير ميست. اوكي. يعني جهزت لنا ملف. ايوه في الملف دي الاسعار جاهز. بتاعتك عموما
ايوه دي اسعارك منافسه قلتي للسوق. ايوه حتى العروسات اها لما تجي ما بفرض عليها انه هي الا تشتري باكيج كبير اها بسعر عالي مرتفع يعني شديد. بشوف على حسب ميزانيتها، احنا نحاول نطلع لها حاجه على قدر ميزانيتها، لانه بعد الحرب ما في زول بيقدر يشتري باكيجات كبيره وال1000 مل صح، بتاعت دي السودان حقيقة. الا فئه دي بسيطه. برضه ميزه اشتغلت عليها. ايوه حلو. يعني في عرايس بيطلبوا 100 مل بس. عرفت من الكواليس انه ما شاء الله عندك ولد وبنت وجو معاكي وهم جهزوا الحياة الجميلة دي وبيساعدوكي. بجد يعني الفاميلي سبورت ده انا بعتبره حاجة مهمة جدا في البزنس، لانه لما تلقى الدعم من ناس بيتكم دي حاجة جميلة. وانا الحمد لله يعني الحاجة دي يعني لمستها وعشتها، امي وابوي واخواني، يعني ده دعم بيكون يعني حاجة مختلفة عن انه زول لما تسمع من امك الصباح انا عافية منك لما تسمع. وانت كمان بدورك بتقومي تنقلي لهم انه شكرك ده، فالحاجه دي جميله. كلميني شويه عن الحاجه دي. والله الحمد لله يعني الله يحفظهم. ربنا يخليهم لك. في جزء ماسك الباكيجينج، ما شاء الله جزء بيمشي يجيب الخامات. ما شاء الله ما شاء الله. وبنقعد سوا يعني حتى بقيتوا زوجي فاميلي معاي. بزنس. ايوه ولد اختي برضه معانا، ما شاء الله. هو اللي بيصمم اللوجو والحاجات دي، فكل واحد عارف مهمته يعني الحمد لله. ايوه ما بنقعد كلنا بنشتغل مع بعض، بنساعد بعض، مع انه عندهم جامعات ولا عنده شغل ولا عنده شو، لكن كلنا في الشغل خلاص كلنا داعمين بعض يعني. ايوه لكن انت العمود، المرأة أيوة. دائما عمود البيت، الام هي المربيه وهي اللي صح. بتعلمهم، لو ما كنت ربيتيهم صح ما كانوا طلعوا الحمد بالصوره لله. دي، فدي الحمد براحه لله. نعمه. ايوه الحمد لله. ما شاء الله يعني براند اسري، وانت من حاجه صغيره بقيتي حاجه كبيره. ايوه الحمد لله رب العالمين. فضل ونعمه من الله. فضل ونعمه. بس عايزه اشوف دي وريني سعرها بس. البخور بتاعك اكتر بخور بيتباع عندك يا دور؟ اكتر بخور العنفر. ممكن اشمه بس؟ اوكي انا جهزت كم؟ لك باكيج عشان تشوفي ده يعني بياخدوا اغلب الزباين. فكك حجي انا حقي صح حقك ما في زول انت. حيشيله. طيب يعني دي حتى في منها العبوه دي حلو شديد. دي طيب ماشيه كتير. دي سعرها كم؟ دي 600 ودي 300. يلا دي المقاس ده كنت زمان بوفره في البازار بس بس حاليا بقينا نوفره في كل الاوقات يعني لانه الناس طالباه كتير. عندنا بخور الصندل. انت حياتك كلها حلوه مبدئيا. تسلمي الله يحلى ايامك يا رب. الله ريحته حلوه، ممكن نجيبه هنا. جميل. ده صندل؟ ده صندل. وده أكتر حاجة بتتباع عندك؟ ده أكتر حاجة. جميل شديد. زي ما بقولوا ده أكتر حاجة وأغلى حاجة. أي طبعا الصندل أيوة غالي. لكن أيوة برضه لكن جميل يعني عاملين عبوات صغيرة صغيرة وعاملينه مرات بنبشره أو أغلب الوقت بنبشره عشان يعمل كمية أكبر عشان أي زول يقدر يجربه يعني. أنا فخورة بتجربتك لأنها بتمثل شريحة كبيرة من النساء السودانيات اللي قدروا برغم كل التحديات يخلقوا مشروع حقيقي من البيت. المرأة عموما لما تديها حاجة صغيرة بتكبرها، تديها طفل بتكبره، وانت عملتي كده. انا بجد فخورة بيكي. انا كمان مبسوطة شديد انه احنا معاكم وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. وده الفايل بتاعي فيه كل المعلومات المطلوبة. متشكرة جدا وشكرا لكم كثير. تسلمي. الله يسلمك. الحرف اليدوية والصناعات الجلدية بتحتاج لصبر طويل وإتقان في تصميمها وصناعتها. والليلة معانا وئام هاشم مؤسسة مشروع سكراب ليزر، وهي علامة تجارية سودانية لتصميم حقائب الجلدية. أنا وئام هاشم عابدين الطاهر صاحبة سكراب ليزر، براند منتجات جلد طبيعية. الفكرة بدأت 2019، كنا يا دوب اتخرجنا من الجامعة ولسه ما كان معروف حنشتغل شنو أو لسه الكارير ما بدأ. فالفكرة جات من قاعدة في ست شاي خالته بدور ربنا يديها العافية إن شاء الله تكون بخير. احنا 3 اصحاب، انس نسيبه انا. فالفكره جات انه انس قال لنا يلا يا جماعه احنا ما نبدا يعني ما دام انتوا قاعدين لسه والرؤيه ما واضحه وانتوا ما عارفين هتعملوا شنو، اتعلموا مهاره جديده قادره يعني في يوم احتمال تكون هي مصدر رزقكم الاساسي او انه تطوروها او ما معروف الغدر ممكن يكتب لكم شنو.
فسبحان الله من هنا قمنا ونرى طوالي، يعني احنا اصلا ما بنعمل في حاجه. يعني انس كان سابقنا بخطوه، كان عنده معرفه بسيطه، جبنا التولز، جبنا الجلد، جبنا حاجاتنا وبقينا بنتعلم. حقيقي التعلم كان ذاتي جدا، يعني ما نزلنا ورش ولا نزلنا كورسات، هو كان اليوتيوب، بنفتح اليوتيوب وبنتفرج وبنشوف الحاجه بتمشي كيف وبنطبقها. انا ويام هاشم عابدين الطاهر صاحبه براند سكراب ليزر، وان شاء الله هعدي الخطوه الجايه. ازيك؟ كيفك؟ تمام؟ كيفك؟ تمام؟ والله بخير الحمد لله. الحمد كيفك؟ لله. تمام. تمام الحمد لله. القشرات دي ما شاء الله شنطة حلوة والذوق الرفيع. شكرا من ذوقك. تفضلي. اول حاجه انا باكد على احنا نحب نشكر خالته بدور. خالته بدور دي هي ست الشاي اللي هي بدت منها الفكره بتاعت المشروع. كلنا عندنا خالته بدور في ايام الجامعة. لازم. ايوه. فنتمنى انها تكون بخير، احنا فقدنا التواصل معاها، فاتمنى انها تكون بخير. فنحن سكراب ليزر احنا منتجات جلد طبيعي، اللي احنا بنستخدم الجلد الطبيعي كخامه في منتجاتنا. والجلد الطبيعي هو بيمتاز بالديمومه والمتانه والعراقه، وهو من الخامات القديمه جدا اللي تم استخدامها في المنتجات. فنحن بنستخدم الجلد الطبيعي في منتجاتنا اللي هي شنط، محافظ، احزمه. فبنحاول ندخل الخامه القديمه دي في ان احنا نطورها في منتجات بتكون عندها طابع عصري وطابع فني. فنحن منتجاتنا بتتقسم لشقين، او هو شق ممكن انا اكون عامله القطعه كارت، انا اشيل بيس واحده كانه كانها لوحه فنيه. وممكن انا يكون عندي منتجات تانية اللي هي بتاعت الاستعمال اليومي، او انا ممكن اشيلها دائما. تكون عندنا قطعه مميزه نستخدمها مثلا في لحظات معينه، في لحظاتنا المميزه ان شاء الله. فالمشروع تاسس 2019، له 6 سنة. بنحاول نطور نفسنا كل يوم ونمشي قدام خطوه قدام. عاوزين نطلع من انه الحاجه تكون كهوايه الى انها تكون فيها حرفيه عاليه جدا في تنفيذ المنتجات. ففي الاول كان كل الحاجات بتتم يدوي، يعني مثلا رسم الباترون بيتم يدوي، القطع يدوي، التجميع يدوي، وبنكون متعب. ايوه جدا جدا. فحاولنا ندمج الدراسه مع الهوايه دي. انا دارسه تصميم داخلي ما شاء الله، فبناخد برامج هندسيه. فالفتره الاخيره حاولت اوظف البرامج الهندسيه في ان انا برسم الباترون بالبرامج الهندسيه، وبقطع الموديل بتاع الشنطه كامل بليزر. ايوه. عشان مثلا انا واحده شغاله في الحاجه دي، فانا عشان اقلل لروحي زمن واقدر اطلع كميات كبيره فانا لازم اشوف وسائل بديله. فبقينا بنقطع ليزر والتجميع الثاني بيكون يدوي. ايوه. فدي مراحل مثلا التصميم. ده رسم الباترون بيكون بالجهاز بتاع اللابتوب، بعديه قطعة الجلد وهي مفرودة. قطعة الجلد دي بتكون مفرودة، انت مفروض تتخيل انه الحاجة دي مفروض تكون 3D كيف. فنحن انت بترسمها كحاجة افراد، المخيلة هي اللي بتشتغل انه انت كيف تتخيل شكل الشنطة دي، تجميعاتها هتكون كيف، تكفيلها كيف، الخياطة هتكون شغل كيف. الارت. ايوه تكون ارتستيك انت ذاتك. بالضبط. أيوة. انه انا الشنطه دي لما في النهايه تيجي تكفل بالضبط في الحته اللي هي المفروض تكفل فيها. فمراحل التصميم بتبدا من مرحله الباترون اللي هو بتكون الرسمه مرسومه كافراد في برامج هندسيه، بنقطعها بماكينه الليزر عشان تخفف علينا لود الشغل اللي بيكون علينا. بعد مرحله القطع الجلد بيكون كافراد، يعني الجلد بتكون قطعه مسطحه نحن بنقطع عليها الرسمه دي. من بعد هنا نحن بنكون متخيلين انه كيف التكفيل بتاع الشنطه دي، يعني كل بيس لازم تجي بالضبط في مكانه، ولازم أيوة. الناحيه الثانيه تكون بتشبهها عشان لما يجي يمر الابره او الخيط بيمر بنفس المنطقه. فاذا في اي خطا في المرحله دي فانت كده شغلك كله غلط، فانت بتبدا من المرحله الثانيه. فلازم التخيل يكون شغال عندك كويس جدا عشان هي حاجه انت بتشتغلها ما هو منفذه قدامك. ايوه صح، من راسك يعني. من راسك ارتستيك، انت زولا ارتستيك يعني. ثانك يو. ما شاء الله عليك. فانت بتتخيلها انه هي كيف حتكون 3D. فده كله بيتم في المخيله لحد ما الشنطه يتم تجميعاتها وتكفيلتها ويحصل لها الفينيشنج النهائي والخياطه وكده، وتكون جاهزه احنا نقدمها للزبون بكل محبه. يا سلام عليك، يا سلام، دي حاجه جميله شديد. شكرا. شديد. طيب حتديني اشوف عينات؟ بالضبط.
طيب ده بتعملوا مستوى الشغل اللي احنا وصلنا له. اوكي. طبعا عندي خبره كبيره جدا في المجال ده، اوكي، ده من حضرتك. لانه الوالد ربنا يديه الصحه والعافيه آمين كان يا عنده رب. مصنع بتاع ما جلود. شاء الله تبارك الله. فانا عارفه الموضوع ده صعب قدر شنو، بالضبط. وعارفه يعني انا بتذكر الروايح ذاتها حاجه جميلة قويه جداً. جدا انه الجلد ده ما بالبساطه دي، يعني لا. فيه معالجات جداً. عشان يطلع، واحنا كنا بنصنع جزم. اوكي. لكن وحتى بنشوف يعني عشان نعرف الجلد اصلي أيوة. ولا لا، بالضبط. فواضح بس انه لكن اصلي. يعني المعالجات اللي بتتم مثلا مؤخرا بقت بتقلل بتقلل موضوع الريحه جدا. ايوه بس ايوه انت اذا عاوز تعرف انه هو جلد طبيعي او صناعي بتعمل التست بتاع الولعه. الضغط الولع، لكن انا ما حاولع لك انا من الريحه عارفه. طيب عندك شنو ثاني؟ الله مثلا دي من الشنط اللي احنا الديزاين بنعتبرها جميل. قطع فنيه. الله دي لوحه فنيه فعلا. بالضبط. اسعارك كيف؟ لانه الحاجه دي يعني ممكن تكون غاليه جدا، very جداً. expensive صح؟ بالضبط. يعني مثلا احنا ما شبع كتكلفة لبستي انا شايفاها. طوالي تاخديها. لا لا جميله جميله. اها. اسعارها طبعا احنا كمواد خام ما بتكون التكلفه عاليه، لكن احنا مثلا المجهود اللي انا ببذله في الفكره هو انا ده اللي بسعره. فمثلا انا ايوه زمنك، لانه الواحده بالضبط. بتاخذ منك زمن جداً. كثير صح؟ جدا. ايوه هو البراندات العالميه اصلا الناس لوي هيرمس فيتان وارمس ده اللي بيعتمدوا على بالضبط. شنو الحرفه اليدويه بتكون بالضبط. غاليه، يعني بدقيقه بيدفعوا لهم بالضبط. ايوه هو بياخد ممكن يقول لك انت ويتنج ليست 10 سنين. ايوه 5 سنة 6 سنة بالضبط. لازم تثبتي انك رهيب عشان تاخذ. بالضبط. انت ناويه تاخذي براندك للحاجه دي؟ اكيد طبعا. دي اوكي الفكره المستقبليه ان شاء الله، انه احنا يعني يحصل لنا تمرحل لحد ما احنا نخش السوق المحلي ان شاء الله. اوكي. شنطه زي دي بتاخذ منك زمن قدر كم؟ من مرحله انه انا ارسم الفكره. وسعرها كم؟ ايوه يعني دي ممكن انا ابدا من اسبوعين، مثلا اخذ اسبوع عشان انا اعرف انه الشنطه حتتقفل كيف ورسمها حيكون كيف. اسبوع مثلا يكون التنفيذ. طيب المشروع حاليا بيغطي مصاريفه؟ ايوه الحمد لله. عندك اي ديون عليه؟ لا لا الحمد لله. كويس. العقبات اللي بتواجهك شنو في توفير الجلد ذاته والخامات، ولا في عقبات تانية؟ من ناحية توفير الخامات هنا في مصر الحمد لله، يعني احنا قدرنا نصل لحتة مطبقة بنتعامل معاها بناخد جلدنا بطريقة مستمرة. العقبات احيانا بتواجهني، انا ما قادر اشتغل شغل انتاج او كميات عشان انا فرد واحد، محتاجة لماشين او مكان ومحتاجة ناس يكونوا معي. فالمشروع المفروض بعد ده الخطوة الجاية ما دام احنا وصلنا مرحلة ان احنا بنرسم البترونات بتاعتنا لابتوب وكده وبنقطع ليزر، المرحلة الجاية احنا المفروض يحصل لنا توسع من ناحية ان احنا يكون عندنا مكان، ومن ناحية ان احنا يكون معي ناس بيشتغلوا معي في المشروع. اوكي طيب شايفة مشروعك بعد سنة من هسي وين؟ حكون متواجدة سوشيال ميديا أكتر. أنا كنت عايزة أقول لك النقطة دي، ليه تواجدك ضعيف في السوشيال ميديا؟ عشان أنا فرد واحد، أنا برسم باترونز، أنا بقفل، أنا شغالة شغل تاني. ما شاء الله. شغالة شنو؟ شغالة برضو مع في نفس المجال. أيوة دي حاجة جميلة جدا. أنت عارفة إنه المرأة بتقدر تعمل أي حاجة هي. بالضبط. مالتي تاسكينج، ممكن تعملي أي شيء. بالضبط. ودي حاجة كويسة إنها هي تقدر تغطي لك مصاريفك. بالضبط. وأنت تركزي في شغلك بالضبط. لحد ما توصلي مرحلة إنه إن شاء الله إنه تقدري يعني تركزي فيه. يعني بعد سنة أنا أتوقع ويام تكون وين؟ أتمنى إن إحنا نكون قدرنا يعني بنوصل خارجيا. حاليا انا بوصل خارجيا بس قطعتين. اتمنى ان احنا مثلا يحصل لنا توسع مثلا في الخليج او السعوديه ان شاء الله يا رب العالمين. السوشيال ميديا حتركزي عليها صح؟ جدا. اي لانه انت ليه ما مركزه؟ عندك براك ما في وقت. انا مبسوطه منك جدا لانه دي حاجه مختلفه اول حاجه. وبعدين انت يعني صغيره في العمر وفكرتي انه انت عارفه الزول السعيد او الزول اللي بجد بيقول لك مرتاح او مبسوط في حياته هو اللي بيقدر يكون عنده حرفه بيستمتع بها بتكون مصدر رزقه. بالضبط. فانت اذا طورت البراند ده ممكن تنافسي العالميه يعني لانه الجوده عاليه جدا وواضح. فما شاء الله عليكي. استمري اجتهدي ما تنومي كثير. اشتغلي كثير. حاضر ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. احنا حنديكي هديه صغيره من البراند. شكرا. تذكرينا بها ان شاء الله. شكرا. عفوا. اتمنى ان هي تعجبك. جميله شديد واللون حلو شديد. طيب ده الملف فيه تفاصيل الشغل، احنا عملنا تقرير عنه وعن ميزانيات معلومات. ايوه ميزانيته وكل حاجه. نتمنى احنا نكون قدمنا حاجه. شكرا وخليكي دائما مستمر ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. توفيق ان شاء الله.
نموذجين لمشاريع سودانية ما تتخيلوا. أنا بسطتني فكرة إنها هي نسائية بحتة. واحدة فيهم كلك زينة أخذت خلطة حبوباتنا وغيرتها وطورتها لبزنس، وما بس منتج، وكمان تميزت بإنها دخلت فيه حاجات جديدة. فشغلها عجبني شديد، وأنا يعني منتج ملموس، الفينيشينج، الحاجات كانت جميلة جدا. النموذج الثاني سكراب ليزر، هو يعني منتجات جلدية لكن صعب، هو حاجة بيميزوا بها الرجال دائما إنه بيشتغلوا فيها. فأنا اتبسطت جدا من إنها هي ارتستيك وبتطلع منتج زي ده. التعامل مع الجلد ده حاجة صعبة جدا بجد، حاجة محيرة لأنه الاثنين جميلين شديد. طيب ننتقل لكم، انتوا وروني كنت خلونا نتناقش شوية. نبتدي بكل زين. طيب يا أستاذة صفاء وريني يلا رأيك شنو؟ أنا حامسك في الحتة بتاعت التكلفة والتسعير بتاع كل جزيرة. أيوة. هي عاملة التسعير بتاعها بصورة جيدة جدا، بيس على تكلفة حقيقية ومراعية فيه الأسعار بتاعت المنافسين. دي أول حاجة. البوتنشياليتي بتاعت البيع أو إمكانية إنه هي تبيع الحاجات اللي خدتها في الخطة المستقبلية. ما أسمع رأيك أستاذ منتصر. طيب داير أقول إنه في حاجة مهمة، المنتجات دي المنافسة فيها عالية والمنافسين كتار. مسألة التسعير هي ضرورية لكن ما ضرورية، بمعنى إنه الناس ما بتشتري عشان السعر بس، وده دائما اللي بنقوله إنه هو البوزيشن حق البراند بتاع الزول ذاته، اسمه في السوق، منتجه تميزه قدر شنو، ده بيلعب فيه دور كبير. هي منتبهة للنقطة دي. يعني ممكن أضيف فيها حاجة بدون ما أقاطع. لا ما في مقاطعة. لو جينا الحتة بتاعت الأسعار بتاعتها والحتة بتاعت البيع، هو ممكن تكون الميزة إن هي منتبهة إنه في حاجات بيشتروها الناس اللي عايزين يدفعوا قصادها مبالغ كبيرة. أيوة. في حاجات في العطور والحاجات النسائية ممكن تكون سيزونال، هي منوعة في الأشكال بتاعت المنتجات بتاعتها، عاملة كاتيجوريز. ما هو ده معناها عارفة سوقها كويس. ما هو ده الزول ما بيقدر يعمل الحاجة دي لو ما عارف السوق حقه. يعني أنت الليلة عشان تعرفي الحوجة بتحددي بعد ذاك إنه الناس استهدفهم بياتوا العبوات مثلا. ده أيوة. الزول القاري السوق بيعرف يعمل العبوه. أيوة. وينوع على حسب. هي قالت لك مرات بيجي عروس تعمل لها عبوه صغيره. شكرا. يعني كاستمايز البزنس، عارفه انه والله زي ما انت قلتي عندها زباين عايزين حاجات معينه باحجام وكده. اضافه طيب. في الحته دي استاذ منتصر، المتوسط بتاع المبيعات بتاعتها اللي هي الحالي والكام مثلا خلال السنه اللي فاتت، الشهري بتاعها ممكن يكون الحاجه الكويسه انها هي ما بانياها على مبيعات من منتج واحد. هي تنوع المنتجات بتاعتها متيح لها انه حتى اذا كان في منتج واحد حصل فيه دروب في المبيعات بتاعته، الثاني يعوض، قادره انها هي تعوض من منتج واحد. فالتنوع بتاعها قادر يخلي انه طيب. اي توقعات بتاعت مبيعات بتاعتها هي ممكن تكون قابله حقيقه انها هي يعني تتحقق لها. اوكي، انا عندي سؤال هنا. هي كاتبه، انا اكثر حاجه عجبتني انها ادتني حاجه تفصيليه واضحه. انا ما هتكلم في ارقام لكن شايفاها قدامي النت انكم وصافي الربح. فهي قادره تفرز كويس ما بين المبيعات وما بين صافي النت بروفيت. أيوة. فممكن تتكلم لي بالسريع عن الحته دي؟ اوكي، انت شايفاها كيف؟ وبالنسبه لها لانه مبيعاتها عاليه لكن ربحها بسيط. ربحها بسيط بس ربحها ثابت. هي مفصله المبيعات طبعا هي عشان تقدر تطلع الصافي بتاع المبيعات بتاعتها. هي محدده كل التكاليف. ايوه كل التكاليف المتعلقه بالمنتج نفسه، بانه المنتج ده يطلع في السوق من مصاريف لها علاقه بالتصنيع بتاع المنتج او التغليف بتاعته، محدده في كاتيجوري معين. هي بتقدر انها هي تطرح المصروفات دي من السعر بتاع البيع وتطلع الربح بتاعها عشان نطلع النت انكم. ايوه يعني ده النت سيل بتاعها بالضبط كده. بالاضافه لكده عندها مصاريف ثانيه في البزنس اللي هي المصاريف التشغيليه. أيوة. اللي هي دي المصاريف اللي ممكن تكون جزء منها ما متعلق مباشره بالنسبه للمنتج، هي بتصرف المصروف ده بغض النظر هي انتجت طيب. انا كم عندي وحده. ما اعرف، انا عندي راي في الحته بتاعت انه المنتجات المرتبطه دائما يعني بالسيدات لا حقيقي في السوق فرصها كثيره، او بمعنى انه من دوافع الشراء دايما بيقول لك السيدات بيشتري بالعاطفه بيحركوا. أيوة. لا يعني عموما يعني مثلا الاطفال والسيدات بيحركوا الرجال يشتروا مثلا يعني. فالمنتجات الزي دي غير انه والله هم بيشتروها السيدات وكده، انا قصدي انه الطلب عليها ممكن يكون ما بقيف، مش كده يعني عندها
عندها طلب، لكن انا برضو بتكلم في انه المنافسه العاليه في سوق زي ده لازم الزول يميز نفسه. يعني هي برضو لازم النقطه بتاعت التمييز دي مهمه، وهي عشان تقدر تحافظ على البوزيشن هي اللي عايزاه، هي برضو لازم تفكر في انه تطور. ويمكن النقطه دي انا وصفاء تناقشنا معاها. كثير هي جداً. الان الطريقه بتاعتها اللي هو الفاميلي بتاع بزنس. ايوه فاميلي بزنس. ايوه انا ما عندي مشكله مع الفاميلي سمول بزنس، فاميلي بزنس. لكن التوسع، لانه انت ده برضه من الشروط. انا يعني كزول في التسويق، الزول لما يعرف انه السوق بتاعه ده ماشي وفي طلب وفي زياده، طيب انت جاهز للزياده دي؟ ده ما تحدي. هل انت عندك القدره على انك تتلبي؟ بس برضه يا استاذ منتصر هو فاميلي بزنس، لكن هم فيما بيناتهم قادرين يقسموا شكل المهام بتاعتهم بصورة جميلة كويسه خالص، فهمتني؟ ما والتقسيم بتاع المهام ده هو برضه بيناتهم ممكن يكون حاجه اضافيه، خصوصا في الوضع الحالي. يعني هم قادرين يوفروا يعني قصدك ولا كيف؟ ما هم شكل المهام اللي هي لا هي ممكن بتدفع لهم يجيبوا- رواتب اللي هو ما هي ما بتفرق انت. وهي الرواتب بتاعتها اللي هم شايلينها كأسرة أو أفراد بتاعت أسرة هي خدتها في التسعيرة بتاعتها والتكلفة بتاعتها. كويس Which is nice. الحاجة أيوة. الثانية النوع بتاع المهام المفروض يقوم بها شخص مثلا هو ما متوفر يعني المهارات Skills. بتاعته أيوة بتاعته. في أفراد الأسرة بتاعتها، هي مدية المهام دي الناس من برا الأسرة. كويس. فهمتني؟ عارفه روحها بتعمل في شو آي. basically. آي. فهي عندها مزايا ممكن نقول في بعض الحاجات، وعندها في بعض الحاجات بالذات انت بتتكلم على بزنس هو صغير. البزنس الكبير ممكن يكون محتاج عدد كبير من الموظفين عشان الحاجات اللي لها علاقه بحاجات اداريه طيب ثانيه هي ما أنا ده تخصصيه، كلامي. اللي لها علاقه بالحوكمه انت الرؤيه والتوسع. طيب طيب. انت الرؤيه معلش، انت الرؤيه بتاعت الزول المستثمر برضه انه انا لما ادي الزول ده بعدين، هل عنده رؤيه للتوسع؟ فاهمه طب انت ما تخلينا نشوف هي الثاني فاهمه التوسع، ونتكلم وبعدين عندها نرجع رؤية. نتكلم عن التوسع. هي طيب دايره كويس. تفتح عادي هي عندها معمل، رؤيه انها هي حتعمل شنو. عايزه تفتح معمل. لكن نمشي بس لسكراب ليزر بس عشان انا عايزه شنو يكون عندنا مقارنه. يلا طيب بالنسبه للثاني سكراب ليزر، طيب هي حرفه صعبه وزي ما قلنا ونادره. يعني نلقى كادر نسائي شغال فيها، بس هي شغاله بنفسها يعني براها. فانا ما شايفه مبيعات، يعني هكون صريحه المبيعات ما في. تفتكروا المشكله كده؟ اديني رايك. يعني من ناحيه ماليه ما في مبيعات. من ناحيه ماليه المشروع بتاعها ممكن يكون هامش الربح بتاعها عالي جدا. يعني هي ما معتمده انها هي تبيع، لانها هي بتبيع منتجات Quantity. جلديه ممكن تكون يونيك، فهي ما محتاجه تبيع وحدات كبيره عشان تحقق ارباح عاليه. مركز على الكواليتي. بتبقى الفكره انه حتى الارباح البسيطه دي هي حتقدر تحافظ عليها لفتره زمنيه طويله ولا لا؟ هل منتجها ممكن نرجع برضو الكلام اللي له علاقه بالتسويق، هل المنتج ده حيكون فيه الميزه التنافسيه وحيكون عندها المقدره التسويقيه انها تحافظ على ثبات فيه عشان تحقق الارباح دي؟ يعني دي ممكن يكون سؤال. وطبعا المنتجات دي عموما او الهاند كرافت دي فيها دايما التحدي الكبير انه الزول اللي بيشتغل الشغله نفسها هو يكون داير يكون بيشتغل والداير يسوق والداير يبيع، داير يلعب الثلاثه ادوار. أيوة. دي واحده من المشاكل اللي بتكون في الهاند كرافت دايما. صح. الناس اللي بيشتغلوا المنتجات اليدويه دي. طيب لكن هي قاعد ممكن تطورها. انا عجبتني فكره تطور. انها هي لا، تطورها المنتج بانها شوفي. تعمل ليزر وتجيب جدا ناس انا مقتنع من وحاجة. ناحيه انه المشروع كمشروع فيه فرصه، ايوه فيه الفرصه. لكن هل الشخص اللي شغال الان مستعد لانه يطور؟ بمعنى انه انت في تخصص حقك المفروض تتفرغ له. يعني انت مفترض تتفرغ لتطوير والشغل بتاع اليدوي بتاعك ده، لكن انت الان ما عندك الوقت عشان تقدر تدير مثلا التسويق. صح. بس هي عندها التسويق مثلا بالنسبه لها هي معتمده على السوشيال ميديا مثلا. الشغل اللي بيشتغل على السوشيال ميديا ده التواجد بيلعب دور. يعني ما ممكن يكون عنده بوست شهر ويجيب شهرين. صح. طيب عندها جاب وهي معترفه انه والله يعني حته انه تواجدي والله ما كثير في السوشيال ميديا. طيب انت حتسوي وين اذا انت دي النافذه الرئيسيه بتاعتك طب وما انت قادره؟ اذا اديتها ماركتينج، جاتك انت كماركتينج وقامت قالت لك انا يعني عملت معاها ديل في الماركتينج. طيب. هل شايف فيها فيوتشر ولا لا؟ طبعا فيها فيوتشر. ما في 2 3 من ناحيه كواليتي. كجمهور. لا الكواليتي خليه. اللي جاي بتكلم نحن في السوق ما بيهمنا انه في فرصه ولا لا.
هل النوع ده من المنتجات حيلقى ناس يشيلوا؟ في ولا أكيد. ما في؟ بس جمهوره منه ده السؤال، اللي حيشيل حقيبه جلديه ده اللي عنده الاستعداد يدفع المبلغ ده منه وقاعد وين؟ الهاي لا ما شرط هاي، أها. لكن الجمهور نفسه، ما انت الليله في السوق لما تعرفي جمهورك بتحددي بعد ذاك حيمشي يوزعه، يعني نقاط توزيعه، البليس، ما انت عندك حاجه اللي بيسموه البروموشن الميكس او مزيج الترويج، او عموما يعني في المزيج بتاع التسويق انا ما عندي حاجه اسمها المكان، البليس. شنطه زي دي ما بتتعرض مثلا في كشك في الشارع، صح ما بتنفع. لازم تتعرض وين؟ في معرض، في جاليري، في أونلاين. حته اوكي اونلاين، ما عندي مشكله، لكن برضو المكان المفروض تكون موجوده فيه، شايله منه، شايلها مذيعه، شايلها ممثله، فنانه، بيفرق كثير. تمام. طيب من ناحيه البرايس، السعر كيف؟ ممكن المشروعين يكونوا مسعرين المنتجات بتاعتهم بأسعار مناسبه انت شايفه؟ مناسبة على حسب شكل البزنس موديل اللي هم مستخدمينه. يعني البخور هي أصلا الفكرة بتاعته إنها هي تبيع لعدد كبير من الناس، فهي مسعرة بأسعار تنافسية، بالعكس إنه المنتجات الجلدية هي بتعمل في حاجة يونيك عشان تبيع منها عدد وحدات أقل، فالسعر فيها هو أعلى. فهو الاثنين هم عارفين يسعروا كيف. لكن بيبقى انه انا من الناحيه الماليه بتاعتي حقوم يعني احصل القرار بتاعي على حاجات معينه عشان اقدر اميز بين المشروعين. ممكن يكون انه هو المبيعات بتاعتهم السابقه والمبيعات اللي حتجي في المستقبل، النمو بتاع الارباح، والأوجه بتاعة الصرف بتاع المبلغ اللي هو حياخدوه كتمويل أو كجائزة من المسابقة، وشكل العائد بتاعهم على الاستثمار. أنا كناحية مالية حخط الأربع حاجات دي وحأقوم أفضل عليها أي مشروع من ناحية مالية، بس حيكون بعد ده برضه في الجوانب اللي لها علاقة بالتسويق أو كأنهم هم برضه الروح الريادية بتاعتهم، وطبعا دي حتة يعني. ايوه طيب كويس. هو من ناحيه بزنس انا شخصيا بفتكر انه هي براند بتاعي ده الكواليتي بتاعته ممتازه جدا، ممكن بكل بساطه توصل لو استخدمنا الشانلز الصح تمام. للعالميه، متفق معك. عادي وتنافس. شكرا. لكن الموضوع ده صعب جدا ودرنا مجهود، وزي ما قلت استعداد من الشخص نفسه. تماما. العطورات والبخور السوداني متوفر كثير، لكن هي مميزه وقدرت تثبت نفسها في السوق. فمن ناحيه بزنس صعب علي جدا اني انا اقرر. هل في واحد فيكم عنده قرار؟ موضوع التسعير، انه كيف تقدر تاخذ سعر يناسب المنتج بتاعك، لانه السعر لازم يناسب المنتج، يناسب الزول اللي ماشي له، يناسب المكان اللي حيتعرض فيه. طيب التسعير واحد من العناصر المهمه في التسويق، يعني واحده من المشاكل اللي بتلاقي الناس في التسعير انه ما بيعرف يحدد كيف يخط السعر الصح، ومرات الموضوع ده بيفشلك ذاته في السوق، يعني بيخليك ما تقدر تعمل. هل انا ابدا التسعير ده طبعا موضوع طويل ولو فتحناه ما بنخلص. كيف الاستراتيجيات، طريقتك، كيف تقدر تحسب السعر، تكلفتك، في تفاصيل مهمه في موضوع التسعير. الزول الهاوي يلا بيفشل هنا، وده الفرق انا افتكر بين الزول اللي فعلا بيشتغل كرائد اعمال صحيح او عنده منتج او فكره داري يخش بها السوق، حقيقه قدرته على موضوع يعرف فهم المزيج التسويق صح، وبرضه قدرته على فهم التسعير صح، فهم الجمهور وفهم المنتج عشان اقدر احدد السعر اللي اخش به السوق. ده من وجهه نظري. أنا حتفق معاك في الفكرة. بيبقى في التطبيق الفكرة بتاعت إنه الواحد يخط سعر مناسب ما بيعتمد برضو على نوع المنتج بتاعه، تمام. على الشكل بتاع التكاليف اللي هو عايز يغطيها من خلال السعر ده. طيب. ما هو السعر برضو ما ممكن يكون أنا أسعر أقل من التكلفة، دي حاجة common sense. يعرفوا التكلفة كيف؟ ما هو ذات واحد من التحديات. انت ماليا المفروض نحن يعني التكلفة دي لازم أي شخص بيعمل أي مشروع سواء كان بيقدم سلعة معينة أو إنه هو بيقدم خدمات معينة لجمهور، إنه يكون قادر يحسب تكلفته. تمام. نوعين من التكلفة، هل التكلفة دي متعلقة بالخدمة مباشرة ممتاز. متعلقة بالمنتج مباشر، ولا هي تكلفة أنا حأصرفها بغض النظر أنا بعت المنتج بتاعي أو ما قدمت الخدمة بتاعتي؟ جميل. هل هي ثابتة؟ هل هي متغيرة؟ شكرا. هل هي متعلقة بالمنتج ما متعلقة بالمنتج؟ طيب سؤال. دي حاجة أساسية جدا لأي شخص شغال في البزنس. سؤال، الناس دي يفرقوا لك بين التكلفة الثابتة والمتغيرة كيف؟ ودي واحدة من التحديات برضه. هو الموضوع فيه حاجات أساسية. طيب.
لكل الناس بتاعين الفاينانس، وفي حاجات بتختلف على حسب برضه النوع بتاع النشاط اللي بيقدمه الشخص. دائما التكلفه المتغيره دي هي متعلقه بمنتج معين، متعلقه بسلعه معينه. التكلفه الثابته دي دائما هي تكلفه هي بتحدث او الحصول بتاعها بغض النظر عن المستوى بتاع النشاط، او نقول لحد مستوى نشاط معين هي بتكون ثابته. فبعدين شكل التصنيف بتاع التكلفه بالتحديد هو برضه بيختلف زي ما قلت لك على حسب النوع بتاع النشاط. انا الحته بتاعتي دائما في التسعير انه ما ممكن الشخص يحط هامش ربح كبير جدا، وبرضه انتم عندكم ناس الماركتينج ايوه طبعا في منتج هو عشان اصلا يقدر ينافس. في منتج هو بيتباع اصلا في السوق، وهو عنده ما عنده منافسين. فيه صح. الميزه التنافسيه اللي شكراً. بتخليه يخط سعر عالي بناء على البراند بتاعه او على الماسك الشغل، الماسك المطبخ، الماسك لو عايزين نجيب خامات من برا. اوكي. يعني ما عندنا مشكلة في الحتة دي. الاولاد الحمد لله. يساعدوك في شغلك يعني. ايوه الحمد لله. الحمد حتى لله. مرات لو عندنا شغل كثير كلنا بنقعد نشتغل، مم. بتاع الدليفري بيمشي بجيب لي الحاجات، اوكي يعني ما مشكلة. الحمد لله. طيب دي حاجه الحمد كويسه لله. ان انت عندك مساعدين يعني. ايوه يعني بضرب لناس المحلات بقول لهم جهزوا لي كده وكده وكده، اوكي. وبيمشي هو يستلمها. حتى يعني تقريبا المحلات كلها عندها دليفري. ما عشان انت بقيتي زبونه ثابته. ايوه فهم مرات يعني... بيتاخر فبقوم برسل لهم من عندي يعني. اوكي لما مم. يكون عندك. ازيكم؟ كيفك؟ تمام. الحمد لله. كيف النفسيات، كيف والاستعدادات؟ والله والله الحمد كويسين. لله. بتتونسوا ونسه كده بتاعت بيت كده دخلوا بتتونسوا بشنو؟ بساعة مع الضحك. الطلبيات والحاجات والضيوف والمناسبات. طبعا كله. هي ممكن تستفيد جدا بخبرتك، ايوه و يعني تديها كده انت كأم قبل اي حاجه. أيوة صح. لانه احنا بنقول انه المراه يعني لازم تكون كل حاجاتها رهيبه، بالضبط. كأم، كبزنس وومن، كهي ذاتها بالنفسها من جوا جميله. ف ان شاء الله الله يقدرنا بس. صراحه يعني يعني تدي ده كل حاجه مجهود. حقها. أيوة مجهود صح. جبار والله. والله تدي كل حاجه حقها. الله بقويكي تمسكي بيتك وتمسكي اولادك وتمسكي شغلك. اوكي. لازم تدي. شغلك ده لازم يكون ولدك الاول. ايوه بالضبط. والله انا هسه بعتبر الشغل واحد من اولادي. بتربيه وبتقوميه أي والله. وبتكبريه والتاني بتقدري تخلي عنه. بالضبط. انا مبسوطه الشديد انه الليله يعني شفت النماذج دي حاجه بتخليني فخوره جدا جدا اني سودانيه. أوكي. شكرا لكم. تسلمي. العفو. شكراً. احنا كمان برضو احنا برضه مبسوطين مبسوطين وفخورين بالتجربه دي، وكانت تجربه جميله شديد. بالضبط. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. كل الناس شرفتونا كسبانين في شرفتونا النهاية. زي بجد يعني بالضبط. مع من مئات يعني بالضبط. 10 دي بالضبط. كسبانه. شفت الاعلان بتاع نيكست ستيب في السوشيال ميديا، ورسلوا لي صحباتي، فقلت ليه ما نقدم يعني. قدمت شفت اللينك بتاعهم، دخلت وقدمت. وجاتني الموافقة في الإيميل. حتى صراحة يعني ما خطيت في بالي إنه حيشيلوني وما حيشيلوني، لكن الحمد لله شالوني. وجينا هو بدينا تصوير الحلقات، جينا الاستوديو. حاجة حلوة شديد، واستفدنا من النصايح من اللجنة. قابلنا دكتورة نون وقابلنا اللجنة، فحاجة حلوة جدا يعني. وإذا فزت أو ما فزت أنا ما خسرانة، لأنه منتجاتها حتتعرض على جمهور كبير في السوشيال ميديا، فدي نقطة بتضيف لي ما بتنقص مني حاجة. أنا لقيت إنه في زول مشير في الانستغرام كان الرابط بتاع البرنامج نيكست ستيب. لسه الاستمارة تقريبا ما كانت نزلت، ففضلت متابعة لحد ما الاستمارة نزلت. فدخلت مليت الاستمارة وعملت الفيديو. كان في فيديو صغير كان المفروض نعمله تعريفي عن البراند، فقدمته. وبعد تقريبا قدمتها في الاستمارة بعد 2-3 أيام كان مدير المشروع اتصل عليه وقال لي إنه أنت تقبلتي ضمن أحسن 10 مشاريع، وإنه حيتصل عليك الإعداد إن شاء الله بعد 2 أو تاني يوم. وحقيقي كل الحاجات يعني اتمرحلت بنفس الكلام، وبعد ذلك كل الخطوات تمت لحد ما بقينا معاكم. وفي النهاية هو ده تسويق لنا كلنا بغض النظر على النتيجة في النهاية حتكون شنو.
ده تسويق لكل البراندات اللي هسه حاليا موجودة تبع البرنامج. ده تسويق كويس جدا لنا ومرحلة كويسة وخطوة تعمل لنا بوش لقدام. فأنا مبسوطة شديد إنك كنت جزء من البرنامج وأتمنى التوفيق لكل الناس. مالكم متوترين؟ خايفين؟ احنا زي ما قلنا احنا قويات سودانيات، عدينا بكل الظروف اللي ممكن تكون صعبة وقدرنا عليها، ما في حاجة بتكسرنا، صح؟ ايوه الحمد لله. واحنا الليلة الاثنين كونه انه وصلنا هنا مشروعين جميلين جدا. احلامنا كبيرة، حنواصل وحنقدر إن شاء الله. ان شاء الله. بغض النظر عن القرار دي، بس مسابقة أنا لازم أختار. الاختيار صعب جدا علي، لكن لازم أختار. أكيد. في حاجة أخيرة قدرت أقولها ولا أقول النتيجة؟ بالمناسبة أنا متوترة أكثر منكم. طيب زي ما قلت لكم صعب جدا. أنا أول عايزة أقول أنا اخترت ليه، أو الحاجة اللي حددتها ليه. البرنامج بيفتش على ناس مستعدين، أوكي، ناس نقدر إحنا نساعدهم يمشوا الخطوة الجاية. ده ما معناته إنه الزول الما كسب ما جاهز إنه يمشي الخطوة الجاية. ممكن يكون محتاج لدعم أكبر، أو ممكن يجينا مرة تانية. بالإضافة لإنه أنا بجد كان نفسي إنه يكون أقدر في حلقة تكون خاصة واختار 2، كان حتكون أنتوا الاثنين. تسلم ان شاء الله. بغض النظر عن الفايز منه، أوكي. احنا الاثنين فايزين، إن شاء الله. احنا أقوياء. الماشي معانا الخطوة الجاية أو اللي حيتأهل معانا كلك زين. ان شاء الله يا رب العالمين. الله يسلمك. أنا عجباني الروح دي شديد. تفضلي. ألف شكرا مبروك. لك. ألف مبروك. الله يبارك فيك. أنت برضه فايزة. أكيد طبعا. طبعا. شكرا. شكرا على روحك الحلوة الله وعلى يخليك. جمالك وعلى شكرا. جيتكم، يعني ما شكراً. قصرت. تسلم يديكم والله ما العافية. قصرت انت كمان، يديك العافيه. شكرا. النجاح ما دايما بيبدأ من ظروف مثالية، مرات بيبدأ من أزمة أو مشكلة في السوق. زي ما حصل مع الدكتورة إيمان أبو زيد. هي شابة سودانية أمريكية شافت إنه في نقص كبير في الممرضات في جائحة كورونا في أمريكا، وكيف إنه المستشفيات بتدفع أرقام ضخمة عشان توظف عمال مؤقتين. في 2017 أسست شركة Incredible Health، منصة رقمية بتشتغل على ربط الممرضات الدائمات بالمستشفيات بنفس طريقة لينكدين. إيمان أبو زيد فهمت السوق وقدمت نموذج عمل ناجح للمرأة السودانية. اليوم شركتها قيمتها السوقية أكثر من $1 مليار، وثروتها وصلت $350 مليون في 2024. المرأة ما بس نص المجتمع، المرأة السودانية هي رمز للصبر في زمن الشدة، بتقف قدام كل التحديات، هي عاملة ومربية، والأهم هي شريكة أصيلة في الصناعة السودانية. لازم نقف مع المرأة وندعمها عشان تنتج أكثر وتزدهر. فكرة بتغير العالم والأفكار ما بتتعدى، والإلهام وقته الصح في أوقات الشدة. بدي تساعد غيرك، يد غيرك لك تتمدى. الخطوة الجاية مش الخطوة الجاية، صبرك والقوة أنجز ما حتحس بالمدة. رزقك مكتوب لا تحزن لا تتضايق، أهدى تفتح قدامك أبواب لو باب واحد اتسدى. الخطوة الجاية وتمشي بعيد، أفتح أبواب أحلامك ومفاتيحك في الإيد. عشان الحلم يتم لازم يبدأ.
حلمك حيعيش واليوم القاسي حيكون عدى. الخطوة الجاية نمشي الخطوة الجاية، عشان الحلم يتم لازم يبدأ.